له يا ماما شو بدهم يحكوا علينا العالم، له يا بابا شو بدهم يقولوا عنا جيراننا. تعالوا نحكي اليوم عن خوفنا من كلام الناس. اليوم رح نحكي عن شيء كلنا بنعرفه وكلنا خفنا منه بيوم من الأيام. كلام الناس، كلام الناس اللي لا بيقدم ولا بيأخر، الكلام اللي ما إله صاحب بس قدر يوقف أحلام، قدر يكسر علاقات، قدر يخلي ناس ما تعيش حياتها مثل ما بدها. قديش مرينا بخطوة ما أخذنا منها ولا فائدة بس لأنه الناس شو رح تحكي. قديش في حلم اندفن قبل ما يطلع على الضوء بس لأنه في حدا حكى كلمة ونحن خفنا منها. مش لأنه الحلم غلط ولا لأنه الطريق فاشل، بس لأنه الخوف سبق الجرأة وسبق قوة القلب. كلام الناس أو سم الناس مثل ما أنا بسميه دمر علاقات، دخل بين الزوج والزوجة، وصار رأيي الغريب أهم من الحكي اللي بينقال بالبيت. يعني قالوا عنك، اسمعنا هيك، ما بعرف بس هيك بينقال، والنتيجة شو هي؟ بيت تخرب، ناس زعلت، طلاق، واللي حكى كمل حياته ولا كأنه صار شي. كلام الناس يا أخواتي قدر يدمر أحلام كتير. بنت عندها موهبة، انقتت موهبتها بس لأنه الأهل خايفين ما العالم تقول عيب. إنسان بده يغير حياته ما قدر يغيرها مشان ما العالم تقول عنه مجنون. والنهاية دايما وحدة، النهاية ما إلى إلا نتيجة وحدة، الحلم مات وكلام الناس ما بيخلص. المؤلم أكتر واللي بيخليك تزعل إنه أوقات الأهل خاض من أهلي وجر، هن من خوفهم علينا يا حرام ربونا على هالخوف إنه لا تعمل هيك، شو بدها العالم تحكي علينا. العالم خليك مثل غيرك أريح. نيتهم كانت كتير طيبة بس النتيجة كانت كتير قاسية. كبرنا وكبر معنا صوت العالم براسنا وحكي العالم، صرنا نفكر 1000 مرة قبل حتى ما نخطي أي خطوة، مع أنه الحقيقة واضحة وما بدها اتنين يحكوا فيها. إذا نجحت الناس حتحكي، وإذا فشلت الناس حتحكي. إذا وقفت محلك الناس حتحكي أكتر وحتسمع عنك حكي أنت أصلاً حتستغرب بس تسمعه. يا صديقي ويا صديقتي، كلام الناس ما بيخلص، بس إذا بدك توقف حياتك كرمال حكي الناس للأسف حياتك رح توقف للأبد. بالنهاية الحقيقة كتير بسيطة. هلا يمكن تكون هي الحقيقة موجعة، ولكن كيف ما بدك فيك تتقبلها. اللي بيعيش ليرضي الناس رح يتعب طول عمره، واللي بيخاف من حكي العالم رح يضيع حياته قبل حتى ما يجرب انه يعيشها. الناس رح تحكي بس انت اللي رح تعيش حياتك وانت رح تعيش النتيجة. بقى اختار حياتك كيف انت بتحب تعيشها، مش كيف الناس بتحب توصل لأهلك كيف أهلك يوصلك انك تعيشها. بتمنى تكون وصلت الرسالة. هذا البرنامج برعاية تورابيكا، المذاق الحقيقي للقهوة. وهلأ صار وقت سؤال حلقتنا لليوم. السؤال اليوم: في أي صورة ذكر شهر رمضان؟ اكتبوا لي بالتعليقات، رح اختار تعليق منكم يربح معي فطور لشخصين بألمانيا بأوروبا أو بأي دولة بالعالم. لا تنسوا تشاركوا الحلقة، تعطوني رأيكم بالكومنتات، وأنا معكم كل شهر رمضان. بشوفكم بكرة، تصبحوا على خير.